السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوينو سويس أو شهوات فاطمة طنجاوية. نتمنى تكونوا مزيانين وفي أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم عدلت الحريرة الدشيشة أو البلبولة صحية خاصة المرضى السكري، جديدة ودغيا كتوجد. تفرجوا في الفيديو حتى الآخر باش تعرفوا الطريقة، وفضلا وليس أمرا شجعوني بلايك وبارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء والأهل ديالكم. اللي أول مرة كيشاهد قناة شهوات فاطمة طنجاوية يضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش توصل بالجديد الفيديوهات ديالنا القادمة إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. نعدل الحريرة. عندي الربيطة ديال الكرافس غسلتها مزيان وقطعتها طريفات صغارين وعملتها في الجميلة. وعندي ربيطة د المعدنوس أصغر من هذيك ديال الكرافس غسلتها مزيان وحتى هي قطعتها طريفات صغارين بالموس وعملتها في الجميلة. يمكننا نستعملو جميلة كبيرة أو برماد الحريرة فحال فحال. زيت البصل قشرته وقطعته طريفات صغارين حتى هو. البصل عندي حوالي 2 بصلات متوسطين. انا عملت واحده كبيره واخرين ستيتوين. من بعد زيت 3 ديال طوماطيشات كبارين قشرتهم وزوت لهم ديك اللب ديالهم من داخل اللي كيكون قاصح، وخليت الزريعه وقطعتهم طريفات صغارين. صافي هادشي اللي عدلت في الخضر. من بعد زدت عليهم الماء مغلي. المقدار ديال الماء غير جا شويش فوق الخضر صافي، وعملته فوق البوطه باش تطيب وتغلي الخضره. من بعد غادي نطحنها. هنايا عندي زلافه صغيره د الحريره ديال الدشيشه البلديه الكحله او البلبوله البلديه. نقيتها مزيان، عملتها في طبسيل كبير باش يبان لي الحجر والشوائب اللي فيها. من بعد عملتها في هاد الزلافه وبقيت كندلكها هيدا بيدي باش يتحيد منها الاوساخ والغبره. كنهرق ديك الماء اللي غسلت فيهم الدشيشه، كنهبط غير الماء ونخلي الدشيشه. هذه اول مره كنغسل الدشيشه. هنايا زدت لها الماء ثانيين، كنغسلها بنفس الطريقه، كندلكها بالاصابع ديالي ومن بعد عاود كنصفي منها ديك الماء كنهرقهم. المرة الثالثة بنفس الطريقة كنعمل الماء جدادين وكنغسلها مزيان وعاود كنصفيهم. هيدا باش كنغسلها مزيان. من بعد الدشيشة زدت عليها شويش د الماء مسابيله وخليتها فيهم باش تشماغ شويش. من بعد ما جازت نص ساعة دابا غادي نشوف الخضرة ديالي اللي غلات صافي هي طابت. غادي نطحنها. طحنتها بالخلاط الكهربائي مزيان، ما خليتش فيها الطريفات د الخضرة باينين. دابا غادي نمرقها بالماء طايب. زيت الماء المقدار اللي بغيت انا تقريبا معمره كامله. عملتها فوق البوطه كطيب. دابا غادي نعمل لها التوابل. عملت نصف ملعقه صغيره د الابزار مدقوق، ملعقه صغيره ديال سكينجبير مطحون، وملعقه صغيره معمره ديال الزبده حيوانيه ماشي نباتيه، ملعقه صغيره معمره ديال الملح. خلط التوابل والزبده مزيان باش يذوبوا في الحريره، ما يبقاوش عاملين كويرات. غطيت الحريره وخليتها طيب. عندي شويش د القزبر غسلته وقطرته مزيان وقطعته رقيق بالموس، خليته جانبا. من بعد غادي نحتاجه. من بعد ما غلات الحريره دابا غادي نعمل فيها الدشيشه او البلبوله. قطرتها مزيان من الماء وعملتها مع الحريره. حركتها مزيان بالملعقه الخشبيه باش ما تعملش كويرات وتنسجم مع الحريره. الدشيشه البلديه كتدي الوقت اكثر في الطياب، ماشي فحال الدشيشه البيضاء. خليتها كطيب تقريبا ساعه. عملت على نار متوسطه وما غطيتش الحريره ديالي، عملت غير نص مغطى. من بعد ما جازت مده والحريره كطيب دابا ها هي غلات. كنحركها وغادي نعمل فيها القزبر اللي كنت قطعته رقيق. القزبر ما كنعملوش في البدايه ديال الحريره مع المعدنوس والكرافس، كنعملو حتى دابا كنكون علي نطفي الحريره باش الرائحه ديالو كتبقى قويه في الحريره، كيعطي واحد المذاق لذيذ في الحريره.
من بعد كنحرك بالمغروفه وكنخليها تكمل الطياب ديالها. دائما كنغطيها نص مغطى ماشي كامله. كما كتشوفوا هنايا الحريره طايبه، خطرت شويش ما بقاتش جاريه. كنحركها مزيان. ها هو القوام ديالها كما كتشوفوا. الدشيشه طابت، غادي نطفيلها وغادي نغرفها في زلافه. وجدت التمر في الطبسيل ودابا غادي نغرف الحريره في زلافه. الحريره بالدشيشه جات لذيذه. كنتمنى تجربوها حتى نتوما وتكتبوا لي الاراء ديالكم في التعليقات اسفل الفيديو. دغيا كتوجد ما كتديش بزاف د الوقت وما فيها شي مكونات اللي هما غاليين وما فيها شي صلصه. اذا عجبتكم الحريره بالدشيشه او البلبوله عملوا لي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.